السلام عليكم. هذه قناتي قناة منوعات مغربية في تركيا للقصص وبعض الجولات. مرحبا بكم. اليوم غندويو على الأم وبلاصة الأم وزوجة الأب. هاد القصص ديالنا اللي كنديرو كنحاولو باش الناس ياخد منها عبرة، حتى لا سمعتها زوجة الأب أو لا شي حد يقدر ياخد منها عبرة. والأم دائما هي السند. ملي كتمشي الأم نحسو بكتافنا خاويين، ولكن اللهم لك الحمد كتستمر الحياة. غير كل واحد كيفاش كتستمر، كاين اللي كتستمر ليه يعني في واحد يعني شي حاجة خايبة، وكاين اللي ربي كيمسك عليه. هاد القصة هادي ديال واحد 3 د البنات كانوا عايشين مع امهم وباهم، عايشين حياة عادية، يعني باقا صغارين بزاف. في واحد النهار الأم ديالهم مسكينة جاها واحد المرض الخايب، ما طولاتش يعني دغيا دغيا ماتت. بقى الأب حاير مع دوك 3 د البنيتات وهما صغيورين. كل واحد مرة يجلسوا عند عمتهم، مرة يمشيو عند خالتهم، وتعرفوا الواحد البنيتات خصهم يجلسوا في دارهم يستقروا. الأب بقى كيفكر شنو غادي يدير، قال اش غادي ندير، غنوض نتزوج نشوف شي مرا اللي زعما تربي ليا وليداتي بنيتاتي، وفي نفس الوقت راه حتى هي غتكون عايشه في دارها. بقى كيقلب حتى لقى واحد المرا. اقترح عليها، قالت له ما كاينش مشكل، انا بنيتاتك بحال بناتي، غنعيشوا اسره وحده، ومرحبا والف مرحبا تزوج بها. هما كانوا البنات صغار، في الاول كانت كتعاملهم مزيان، واكثر شيء ملي كيكون باهم راه المعامله كتبدل، ملي ما كيكونش باهم كتنقص شويه المعامله. لكن البنات مساكن ما فاهموش، قالوا يمكن هذيك هي التربيه. بقاو عايشين معاها، كبروا شويه، الكبيره وصلت للباك. قبل ما توصل للباك الكبيره مات الاب ديالهم. الاب ديالهم ملي شافهم صغار قبل ما يموت شويه كتب الزوجه ديالو، كتب ليها الدار، وهو كان شرط عليها الشرط، قال لها غادي نكتب لك الدار، ولكن غادي تهلاي ليا في بناتي وتخليهم معاك. هي قالت ليه صافي ماشي مشكل، انا نبقى بناتك راهما جالسين في دارهم. فعلا من بعد الاب ديالهم مات، دازت عام، وصلت البنت الكبيره للباك. جات هي قالت لها شوفي حدك حد الباك، ما عندك فين غتزيدي، غتخرجي تخدمي، انا ما يمكن لياش نبقى نربي الدراري البنات خواتاتك، خصنا الفلوس، خصنا المعيشه، خصنا. البنت الكبيره بعقلها جات قالت لها ما كاينش مشكل، انا ممكن نخرج نخدم، ولكن خلي خواتاتي يكملوا قرايتهم. قالت لها بشرط تعطيني الفلوس باش هما هي غادي نخليهم يكملوا قرايتهم. قالت لها واخا، ناضت مسكينه خدمات، ومن عند الله جاب لها ربي واحد الخدمه زوينه وبفلوس زوينين. كانت كتعطي النص لمرات باها، والنص الاخر كتحاول تعاون خواتاتها تشري ليهم الكتب اللي خاصهم. وكانت كتعاملها مزيان، علاش؟ حيت كتجيب الفلوس. اما الاخرين ما كتعاملهمش مزيان، كتعطيهم الشقه اللي يكونوا يحفظوا، تنوضهم تقول لهم نوضوا جمعوا نوضوا حكوا نوضوا. مساكن البنات كانوا معذبين، كانت ديما اختهم كتقول لهم صبروا ما تخرجوش ديروا شي حاجه خايبه. زادوا شويه، وصلت الاخرى وصلت للباك. وصلت للباك قالت لها صافي، هي اللي كتحكم،
قالت لها غتحبسي من القراية وغتخرجي تقلبي على الخدمة. واخا بقات كطلب فيها البنت الكبيرة ما قبلاتش، خرجت مسكينة كتقلب على الخدمة، كل نهار كتخرج كتقلب وتدفع السيفيات وترجع، ملي ترجع تقول لها خدمتي جبتي الفلوس اشنو جبتي، وكتقول لها راه باقي يلاه كنقلب، كتقول لها اما الصغيرة ما تخليها لا تحفظ لا والو، فما تشوفها هازه كتوبته وباغا تقرا تقول لها نوض، كتقول لها راه جمعت كلشي، كتقول لها لا انا الكوزينه ما عجبتنيش هكا تعاوديها كامله. وكانوا مساكن يعني صابرين، حتى العائله اللي غدافع عليهم ما كايناش صافي. واحد النهار وحده هذه الوسطانيه كانت كتجيب لمرت باها الفلوس بلا ما تعرف الكبيره، وفي مره من المرات مرات باها مشات كتقلب ساكها على غفله، كتلقى عندها 1500 درهم اللي كاينه عندها في ساكا، جات هزتهم قالت لها انا هاد الفلوس انتيا عندك وكتجيبي الفلوس وهي السمعه الكبيره جات بدات كتغوت منين جبتي الفلوس، قالت لها لا راه غير واحد السيد ملي عرفنا ان مرات با كتبغي الفلوس داكشي عطاني قال لي بقي كل مره تعطيها على ما تخدمي، بقات كتغوت وحنا ما كناخذوش فلوس من عند الناس وما تربيناش هكا. ولكن ما الاخرى كتقول لها لا ما فاهمه، كتقول لها مزيانه بنتي خرجي جيبي الفلوس، قالت لها ما عرفتيش ملي كتجيبهم، قالت لها ما سوقيش المهم تجيب لي الفلوس. جات دوات معاها بدات كتبكي قالت لها والله ما نعاود ندير هذا الشيء، قالت لها جلسي انا نبقى مره نعطيك فلوس وقولي لها انا جبتهم. الصغيره مسكينه تقهرات كضربها كتشقات ما بقدراتش تستحمل باغا تقرا، شويه قالت لها جلسي كاع من الخدمه من المدرسه حبساتها من المدرسه، بدات كتبكي واخا حبساتها من المدرسه ورغم داكشي كتضربها. ناضت واحد النهار هزات حوايجها وهربات فين مشات عند عمتها، بالعلم ان هاد عمتها ما مزياناش وما كتحملهمش، ورغم ملي عيطت ليها وما شافت البنت كبرات وداكشي قالت لها غير اجي عندي. سمعتها الكبيره كان الباترون ديالها كان ديما كيبغي منها شي حوايج خايبين، ملي ما بغاتش طردها من الخدمه. زادت على اختها اللي مشات سولتها قالت لها راه ما بقيتش خدامه، قالت لها لا ما انتيش خدامه، قالت لها هزي عليا حوايجك انتي واختك وخرجوا عليا، هذيك تهنيت منها ونزيد نتهنى منكم. بقاو صابرين شي شويه والو ما بغاتش تخليهم على ما يقلبوا على الخدمه. صافي خرجوا مساكن تيقلبوا على الخدمه، لقاو واحد السيده لقات ليهم خدمه في الديور لان ما عندهمش فين يسكنوا، وكل وحده فيهم خدمت عند امراه. الكبيره خدمت عند وحده الله يعمرها دار بوحدها، عندها غير ولدها واحد كاين على برا وهي بوحدها، وهي اصلا كتقلب على شي بنت اللي تجلس معاها واللي تونسها. فعلا جلست معاها شافت البنت بانها حادقه وظريفه ويديها ما طويلاش ما كتاخذش واحد النهار وهي تعيط لها قالت لها شوفي بنتي جلستي معايا هاد المده وعجبني تصرفك وعجبني خدمتك، انا عندي لك اقتراح. قالت لها شنو؟ قالت لها غادي ترجعي تكملي خدمتك. قالت لها لا خالتي كيف؟ قالت لها لا غترجعي تكملي خدمتك تكملي قرايتك وانتي في نفس الوقت خدامه معايا. قالت لها غير هو غادي تشقاي تحيد تسالي شغلك وحسبي راسك راكي جالسه في داركم. فعلا كانت اختها كتخدم وهي حتى هي كتقرا وكتخدم، كملت قرايتها. اختها حتى هي مسك عليها الله، الاخرى بقات مع عمتها لان ما بغاتش تجي وعمتها ما خلاتهاش، وكملت قرايتها. في وقت اللي غادي جاها خدمه زوينه باش غتخرج تخدم في الوظيف،
قالت لها المراه: شوفي أنا جلستِ معايا هاد المدة كاملة حتى كمّلتِ قرايتِك وما شفت منِّك غير الخير والإحسان، أنا غنزوّجِك بولدي وباش تبقاي معايا، وولدي راه غادي يديك معاه على برا وكمّلي تاني قرايتِك على برا. قالت لها: وبالنسبة لختك داكشي اللي كمّلات القراية تجي لعندي تكمّل تجلس معايا وربي ملي يسهّل عليها تمشي. صافي هي هاذيك بقاو فعلًا تزوّجات بيه وربي ما خيّبهاش وما ظلمهاش والحمد لله. وجات البنت الأخرى خدمات مع السيدة وحاولوا ما أمكن باش يرجعوا أختهم، ولكن ما كانش ممكن. لكن يعني باقيين كيحاولوا أنهم يخرجوا أختهم من عند عمتهم، والحمد لله. هذه هي قصتنا د اليوم، نتمنى أنكم تكون عجباتكم وخديتوا منها عبرة، وأي واحد كيمشي في طريق خايبة راه كيلقاها، كيمشي في طريق زوينة راه كيلقاها. وخليتكم على خير، ونتمنى اللي ما شاركش يشارك، ودعمونا لي لايك ديالكم وبتقدير، وشكرا لكم بزاف، والقصة الجاية إن شاء الله. خليتكم على خير.